السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع ماتش الزمالك والأهلي واللي انتهى بالتعادل 0-0. مع الأسف كان ماتش سهل جدا للزمالك انه يكسبه، كانوا 3 نقط مهمين جدا جدا، بس الحمد لله على كل شيء. كان ماتش كويس وكان ماتش حلو إلى حد ما، بغض النظر عن البركة المائية اللي كانوا بيلعبوا فيها والكوبارك اللي فتحت في برج العرب مؤخرا. بس الماتش التوتالي كان كويس جدا، وكان اللعيبة كانت على قد المسؤولية. في بعض التفاصيل كنت حابة أتكلم فيها في الماتش، هي تفاصيل إيجابية وفي تفاصيل سلبية. الزمالك بدأ الماتش في حراسة المرمى، أو بدأ التشكيل كالعادة ب4-2-3-1. في حراسة المرمى جنش، قدامه 4 عبد الغني والونش، على اليمين حازم إمام، وعلى الشمال عبد الله جمعة، قدامهم 2 طارق حامد وساسي، قدامهم 3 زيزو أوباما وكهربا، ومهاجم وحيد خالد بوطيب. الزمالك بدأ الشوط الأول ضاغط، بيحاول ثابت على الأرض. كنا بنحاول نلعب كرات على الأرض بس الأرض مش مساعدانا، ده كان أكبر غلط أنا كنت شايفاه الشوط الأولاني. معرفش الناس هتتفق معايا أو لأ. معظم الكرات بنحاول نلعب كرة على الأرض، بنحاول يكون فيه مهارات، بنحاول نسيطر على مجريات المباراة، بس الملعب مش مساعد. انت الملعب كله برك مية، فازاي هتلعب على الأرض؟ هتعمل يعني مهاراتك دي هتبينها ازاي؟ فكان اللجوء للكرات الطوليه كان هيبقى ارحم بكتير، وطبعا الكرات الثابته والفاولات مثلا او الركنيات، كل ده كان هيبقى افضل بكتير جدا جدا من انك تلعب كوره على الارض وتبين المهاره والطول بتاعك في نقل الكوره اثناء الماتش. بس الحمد لله الشوط الاولاني كان لحد ما كويس جدا، بغض النظر عن اخر كوره بتاعت الونش اللي كانت وقعت قلوبنا كلنا في الشوط الاولاني. الحمد لله عدت على خير. اما بالنسبه للشوط الثاني برضو هو تقريبا نفس الحكايه، مفيش فيه تفاصيل كتيره، نفس المشكله. احنا تقريبا طلعنا من الماتش ده بكام زحليقه لكل اللعيبه سواء في الاهلي او في الزمالك، حاجه في منتهى القرف يعني. الحمد لله ان اللعيبه طلعت كويسه ومحدش فيهم اتصاب. اما بالنسبه عن التفاصيل الايجابيه اللي انا اتكلمت عنها، اول حاجه طبعا عبد الغني والنضج الكروي اللي هو وصل له. عبد الغني لاعب كبير، لاعب مهم، بغض النظر عن انه بقاله فتره قاعد على الدكه ما بيلعبش، بقاله فتره، بقاله مش في التشكيله الاساسيه تقريبا. ده اكبر مثال ان مش كل اللعيبه اللي موجودين على الدكه لما ينزلوا ماتش اساسي وماتش زي ماتش الاهلي ويبقى بالمستوى ده، محدش بقى يقول لي بعد كده لا اصل قاعد على الدكه بقاله كتير فحساسيه الملعب مش عارف مالها. مفيش حاجه اسمها كده. اللاعب اللي على الدكه زي اللاعب اللي في الملعب، يمكن اقوى. ليه لا؟ الونش بالنسبه لانك بدات ترجع لمستواك الحمد لله، بدات تركز اكتر، بدات تكون الونش اللي احنا عرفناه الفتره الاخيره. الحمد لله انك بدات ترجع لمستواك، بغض النظر برضو عن اللقطه بتاعت الشوط الاول اللي وقعت قلوبنا كلنا. عبد الله جمعه الراجل اللي كل ماتش بيثبت ان هو فعلا احسن من لعيبه كتير موجوده في الزمالك، ارجل من لعيبه كتير موجوده في الزمالك. مش معنى كده ان في لعيبه مقصره ناحيه نادي الزمالك بالمعنى اللي وصل لكم، لا هو مش كده خالص. هي الفكره ان اللاعب ده بيلعب في مركز مش مركزه. هو اكتشاف جروس انه صمم ان هو ما يتعاقدش مع باك شمال، ويصمم على عبد الله جمعه، وفعلا كان رايه في محله وكان رايه صح. عبد الله جمعه كان بيسد في مكانه حتى، وكهربا ما كانش بيسند. كهربا كان في معظم الاوقات ما بيرجعش مع عبد الله جمعه، بس عبد الله كان ثابت في مكانه، كان بيلعب على اجنحه سريعه جدا جدا جدا. وشفنا ايه اللي حصل في الماتش، سواء محمد هاني او رمضان صبحي. بس عبد الله جمعه كان ثابت في مكانه، لاعب متزن، بدا ينضج دفاعيا بقى، ان احنا كنا بنشتكي كتير من حته الدفاع دي عنده. الحمد لله كل ماتش بيتطور عن الماتش اللي قبله. شابوه عبد الله جمعه، انت لاعب راجل فعلا، ولاعب تستحق كل الدعم عن لعيبه تانية كتير. شابوه عبد الله جمعه، واتمنى تكمل على المستوى ده ان شاء الله الفتره الجايه. حازم امام بقى، انت تقريبا كنت بتلعب اساسي ومخبي علينا، انا مش فاهمه. من اللعيبه اللي بتفاجئنا على فكره، بتبقى في ماتشات مهمه ونبقى متخوفين ان حازم امام هو اللي هيبدا، وبقاله فتره ما بيلعبش، وينزل حازم امام بيثبت ان هو انا جدير بالمكان ده، انا جدير باللعب في نادي الزمالك. في اوقات بيبقى حازم امام بيعمل حاجات غريبة وبيعمل حاجات احنا كلنا يعني ممكن يتشتم بسببها، بس في الأوقات الصعبة حازم إمام ظهر. في الأوقات الصعبة حازم إمام بيقول أنا كابتن نادي الزمالك. برافو حازم إمام، برافو 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 كل اللعيبة اللي كانت موجودة على الدكة، برافو اللعيبة اللي موجودة على الدكة وبتنزل تأدي يمكن أحسن من اللعيبة اللي بتأدي الفترة الأخيرة في التشكيلة الأساسية. آخر حاجة في الحاجات الإيجابية اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيها، ساسي وطارق حامد، طبعا هما بيكملوا السيمفونية الجميلة جدا جدا بتاعت خط نص الزمالك. بس بقى حاجه بسيطه كده، جروس مش عارفه حته ان انا اقفل المساحات اللي موجوده في نص الملعب، دي مهمه جدا جدا جدا، ممكن تخسرنا ماتشات تافهه. يعني ان انا اقفل المساحات اللي بتحصل طارق حامد وساسي وعلى الاطراف، لازم اشوف حل في الموضوع ده. هو انا بصراحه انا شايفه ان انا كل ما حاجه اتكلم في حته ان انا اقفل مساحه في منطقه معينه هرجع لحته الاجنحه.
احمد سيد زيزو وكهربا. احمد سيد زيزو بيرجع، بس اللي كان بيقفل في الناحيه الدفاعيه كويس عن احمد سيد زيزو كان ابراهيم حسن. كهربا اصلا تقريبا ممكن كورتين 3 تقفل فيهم، غير كده شكرا. لكن احداث ده كلام وجهه نظري، قد تكون صح قد تكون خطا، بس ده اللي انا بشوفه في معظم الماتشات، ان من الناحيه الدفاعيه وتقفيل خط النص فعلا وقفل وغلق المساحات اللي انا بتكلم فيها ابراهيم حسن واحداث. فدول ممكن يكون تغييرين مهمين لجروس الشوط الثاني عشان يقفل المساحات في خط النص. اما بقى بالنسبه للسلبيات، احنا خلاص خلصنا الجزء الايجابي، نتكلم في السلبيات. مع الاسف انا مش عارفه الاقي سلبيه غير هي حاجه واحده بنتكلم فيها بقالنا قرنين من الزمن، هو الفينش بتاعت اللعيبه، اللي هو تحديدا النص الهجومي. اوباما، احمد سيد زيزو، كهربا، خالد بوطيب. الموضوع بقى اوفر قوي يعني انت تبقى قدام المرمى وتضيع هدف ليه؟ محدش عارف ايه اللي حصل، الفينش فين، تركيزك فين، مفيش الكلام ده. نص الفرص اللي جات لكم دي لو كانت جات لعيبه الاهلي ما كانوش هيستنوا عليها. الفينش لازم نشوف لنا حل في الموضوع. كهربا يمكن بدا يعني في الماتش بصراحه عامل اللي عليه وزياده، كان بيحاول يرجع لانه بقاله ماتشين او 3 ماتشات ما بيلعبش اساسي، بس حاول على قد ما يقدر، بس لسه برده ما رجعش كهربا اللي هو انا مؤثر على المرمى، انا بصنع اهداف، انا ممكن اهدف. لسه ما وصلش للمرحله دي، ان شاء الله يوصل الفتره الجايه. اما مشكله احمد سيد زيزو فهو ما شاء الله عليه، هو لاعب كويس ولاعب مجتهد ومتطور وكل حاجه، بس بدنيا الشوط الثاني بيقع، ما بيقدرش يكمل، فدي حاجه صعبه جدا. فلازم بدنيا وذهنيا يكون حاضر خلال الشوط الاولاني وخلال الشوط الثاني. معلش انا مش هجيب لاعب اخليه يلعب الشوط الاولاني عشان اغيره الشوط الثاني، انا كده بخسر تبديل. طب ليه؟ اتمنى ان هو يعني انا مش يعني كل اللعيبه بدنيا كويسين، فاحمد سيد زيزو ممكن يشتغل على نفسه شويه في حته البدني دي، فالموضوع فعلا مهم. ما ينفعش تنزل الشوط الاولاني تعمل كل اللي عندك وتيجي الشوط الثاني شكرا انا بخسر تبديل. طب ليه اخسر تبديل؟ ما انت تبقى كويس طول الشوط الاولاني طول الشوط الثاني وتلعب. ليه لا؟ ايه المشكله؟ اتمنى ان هو يشتغل على نفسه الفتره الجايه اكتر من كده ويأدي في الملعب اكتر من كده. لسه عنده كتير ولسه عنده احسن، وان شاء الله الفتره الجايه يكون احسن بكتير من الفتره دي. اما بالنسبه لخالد بوطيب انا لسه عند رايي ان انا رايي الشخصي ان اللي يبدا اساسي هو عمر السعيد والتبديل هو خالد بوطيب، مش العكس. انا ما عنديش اي كومنت تاني على الموضوع ده. انا بالنسبه لي عمر السعيد بدا اساسي، اوكي هبدا اتكلم على دور المهاجم، انما خالد بوطيب انا مش مع الموضوع ده خالص. خالد بوطيب يبدا مهاجم، ما يبداش مهاجم، ينزل تبديل كمهاجم، لكن يبدا مهاجم اساسي انا مش موافقه على الفكره دي خالص. كره احداد واللي كلنا سبنا له فيها وسمعناه كلام ما ينفعش يتقال، انا شايفه ان الموضوع عادي جدا يا جماعه، ممكن تبقى قدام الجول وتضيع، مفيش اي مشكله. مشكلتي مش في كده، مشكلتي في حاجه تانية، مشكلتي في اللاعب اللي بيتخاذل، مشكلتي في اللاعب اللي لا يمرر يا يسدد وما يعملش حاجه من الاتنين والكره تتقطع منه، مشكلتي في اللاعب اللي تجيله فرصه مره واتنين وتلاته ويستهتر بالكوره ويستهتر بالخصم ويتعالى على الكوره ويعمل شو لنفسه مش اكتر. هي دي المشكله مش ان احداد ضيع كوره، مشكله في اللاعب اللي بيجي قدام المرمى هيسدد، يضيع الكوره، ما يسددش اصلا او ما يعملش اي حاجه في الكوره مفيده، ما يعني يوصل لحد المرمى مثلا ويلعب لك كوره مش مفهومه، يباصيها وهي المفروض يسددها وهو المفروض يباصيها، يتعالى على الكوره، بيعمل شغل نفسه. هو ده اللاعب المرفوض. لكن اللاعب اللي بقى قدامه يكون مثلا ويضيع، لا هي فرصه جات له وضيعت. على فكره ما احنا لو من كل مثلا 17 هجمه جت او 17 فرصه ضاعت جبنا هدفين، ده الطبيعي. انما احنا مش كل فرصه او مش 17 فرصه مثلا هتجيلنا فاحنا هنجيب منها اهداف. ليه يعني؟ احنا بنلعب فين؟ بنلعب كره شراب؟ لا مش للدرجه دي. وطبعا انتوا اكيد عارفين انا بتكلم عن مين، انا مش عايزه اتكلم عنه تاني، ان هو بيدخل نفسه في نفق مظلم زي ما بيقولوا. اتمنى يفوق لنفسه شويه ويركز اكتر من كده، لان الموضوع مش نستحمل الفتره الجايه. الماتشات الجايه مهمه جدا جدا، مش هتستحمل نص فرصه تضيع قدام المرمى، ولا احنا هنسيب حقنا كجماهير ولا هنسيب حق الزمالك عشان خاطر لاعب متخاذل مهما كان هو ايه او مين. شكرا على المتابعه، ده كان اخر كلام عندي كنت حابه اقوله. طبعا احنا عارفين ان الماتش ما كانش فيه تفاصيل كتيره او تفاصيله اصلا مش حلوه، والالعاب المائيه اللي كانوا بيلعبوها كان زحليقه حصلت في الماتش. الحمد لله على كل شيء. شكرا، السلام عليكم.